يمشي على خطى الظاهرة رونالدو ويعتبره البعض خليفة ليفاندوسكي. النجم البرازيلي فيتور روكي النجم المستقبلي لبرشلونة والبرازيل، لاعب مهاري وصاحب قوة جسمانية كبيرة وفي كتير من الأندية كانت عايزاه، بس اللي قدر يخطفه هو برشلونة. في الحلقة دي هنتكلم عن نجم برشلونة والبرازيل المستقبلي فيتور روكي، النجم اللي عنده إمكانيات هائلة. يلا بينا. فيتور روكي من مواليد 2005 وهو بيلعب في مركز المهاجم الصريح، والمركز ده يعتبر فيه مشكله كبيره في برشلونه لان يعتبر مفيش غير ليفاندوسكي لوحده. لعب روكي خلال مسيرته لفرق الشباب مع انديه مونييرو وكروزيرو، وبعدها انتقل لفريق اتلتيكو برومينس اللي شهد وجوده لاول مره في الفريق الاول من منافسات الدوري البرازيلي. روكي لعب معاهم 57 مباراه، سجل خلالهم 16 هدف، ده غير المستويات الرائعه اللي كان بيقدمها مع الفريق. وفيتور روكي لعب في معظم منتخبات الشباب في البرازيل، وكمان تم استدعائه للفريق الاول قبل كده في مباراه وديه كانت بين البرازيل والمغرب. وروكي يعتبر مشهور بان هو هداف بالفطره، ده غير قدرته الرائعه على التحكم بالكره بقدميه. وروكي وافق على الانتقال لبرشلونه ب 40 مليون يورو لمده 5 سنوات، رغم ان اللاعب قيمته التسويقيه اصلا 60 مليون يورو. وفي البرازيل بيطلقوا عليه خليفة الظاهرة رونالدو، ويعتبر روكي ماشي على خطى الظاهرة رونالدو. يعني مثلا في سنة 94 كان رونالدو الظاهرة أصغر لاعب ينضم في تاريخ المنتخب البرازيلي ب 17 عام فقط لا غير. بعد كده ظهر روكي مع المنتخب البرازيلي الأول بعمر 18 عام واحتل المركز الثاني خلف الظاهرة رونالدو، اللي بيعتبره كتير من الناس ان هو ابرز لاعب جه في مركز الراس حرب. ولو انتوا فاكرين من شويه احنا قلنا روكي لعب لكروزيرو، النادي اللي ظهر فيه رونالدو لاول مره على مستوى الاحتراف. وبرشلونه في الفتره الجايه هيعتمد على الشباب، وخصوصا ان احنا شفنا اصلا هو بدا يعتمد على الشباب بقاله كام سنه من ساعه ما تشافي مسك الفريق وخرج لنا جافي وبدري واروخو وغيرهم. وتشافي حب يكرر التجربه اللي حصلت معاه نفسه، اما خرج من لاماسيا هو وانيستا وميسي وبيو، ده غير طبعا موهبه لاماسيا القادمه لامين يامال اللي مكسر الدنيا في الفتره الحاليه اللي احنا فيها دي. ايه رايك في فيتور روكي نجم برشلونه والمنتخب البرازيلي؟ وفي كلام بيتقال ان برشلونه هيخرجوا اعاره الفتره الجايه، الله اعلم. هل فيتور روكي قادر على قياده هجوم برشلونه بعد ليفاندوسكي؟ هو ده سؤال حلقتنا النهارده، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. سلام.